جنون إعلامي في كتالونيا ومصر. صحف العالم تشيد بهالاند مصر حمزة عبد الكريم. بعد الهاتريك الخيالي، برشلونة يفعل بند الشراء، والجهاز الفني لمنتخب مصر يدرس ضم ظاهرة الأهرامات إلى كأس العالم. لم تكن ثلاثية حمزة عبد الكريم هاتريك بالرأس في 15 دقيقة مجرد أرقام في سجلات دوري الشباب الإسباني، بل كانت زلزالاً إعلامياً هز عواصم كرة القدم في إسبانيا ومصر، وأعاد رسم ملامح مستقبل هجوم البلاوغرانا والفراعنة على حد سواء. صحافة كتالونيا تنحني، هالاند مصر يكتسح العناوين. تصدرت صورة المهاجم المصري 18 عاماً الصفحات الأولى لأهم الصحف الرياضية في كتالونيا صباح اليوم، حيث انهمكت التحليلات في تفكيك عبقريته الهوائية التي لا تشبع. صحيفة سبورت الكتالونية عنونت الصحيفة المقربة من النادي: حمزة لا يقاوم، هاتريك الرامبو يحرق الشباك ويسدل الستار على موسم حالم، وأشادت بقدرة اللاعب على استغلال طوله وبدنيته القوية، مشيرة إلى أن أسلوب لعبه يشبه نجم الدوري الإنجليزي إيرلينغ هالاند، مما جعل الجماهير تطلق عليه لقب هالاند مصر. صحيفة موندو ديبورتيفو قالت الصحيفة في تقرير موسع: الموهبة المصرية ستبقى في لا ماسيا لسنوات. الإدارة أبلغته بتفعيل خيار الشراء بعد أن خطف قلوب الجماهير بثلاثية أهدت الفريق اللقب، معتبرة أن هذا الأداء هو بمثابة رسالة حب للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة هانز فليك. صحيفة البريوديكو كتبت الصحيفة الكتالونية الثالثة: حمزة عبد الكريم قاهر المدافعين بالرأس يهدي برشلونة لقب دوري الشباب، مشيرة إلى أن اللاعب أصبح حديث الأوساط الكروية في إسبانيا، وأن اسمه يتداول بقوة داخل غرفة العمليات الكروية في النادي. مفاجأة مدوية: برشلونة يفعل بند شراء حمزة 1.5 مليون يورو رسمياً. خلافاً للشائعات الأولية التي تحدثت عن مجرد إعارة، كشفت التقارير الإسبانية أن إدارة البلاوغرانا أنهت بالفعل كل التفاصيل مع مسؤولي النادي الأهلي لتحويل عقد اللاعب من إعارة إلى بيع نهائي. التفاصيل المالية للصفقة: الدفعة الأساسية 1.5 مليون يورو تدفع فوراً للنادي الأهلي. المكافآت والحوافز 5 مليون يورو إضافية مرتبطة بأهداف شخصية للاعب، أبرزها مشاركته الأولى مع الفريق الأول. نسبة إعادة البيع: يحصل النادي الأهلي على 15% من قيمة أي بيع مستقبلي لحمزة عبد الكريم. المتحدث الإعلامي لقطاع الناشئين بنادي برشلونة باو كامبانيا صرح قائلاً: لم نعلن تفعيل الشراء رسمياً عبر القنوات الرسمية بعد، ولكننا نخطط لمستقبل حمزة مع الفريق الرديف برشلونة أتلانتيك، ونعمل على ذلك الآن.